ويا مساء الفل يا صباح الحلويات. طبعا النهارده الصوت متغير، مش متعودين على الصوت بتاعي. النهارده والدتي السكر قال عليها شويه والضغط تعبها شويه، فقلت لها ارتاحي انتي وانا اقوم اعمل. طبعا النهارده جبنا حبه لحمه حلوين كده، وجبنا الحله دي حطينا فيها قطعه زبده صفرا مع حبه زيت، نقلب فيهم يمين وشمال كده لحد ما ياخدوا لون معانا حلو. المهم يا جماعه، الفيديو ده انا واخده تحدي بيني انا وامي. الفيديو ده لو جاب لايكات كتير انا هاخد منهم 200 جنيه. لو جاب لايكات قليله وما جابش لايكات خالص امي هتاخد مني 500 جنيه. فانصفوني لاجل النبي، انصفوني كده لاجل النبي. لان طبعا اللحمه بتاعتنا بتاخد الوش بتاعها، يعني بيعتبر بنديها صدمه. افضل اقلب فيها يمين وشمال كده وانزل عليها حبه ميه سخنين. انا عايز اقول لكم اصلا انا بعمل النهارده الاكل والفيديو كله على بعضه دراما وحكايه وروايه، بعمل كل حاجه لوحدي. فانا اصلا ما كنتش قايله ان انا اصور، انا قلت اصور بحيث ان انا يعني بالنسبه لها اعمل لها فيديو كويس عشان خاطر القناه ما ينزلش عليها فيديوهين كده ورا بعض، فما ينفعش. نسيت اقول لكم كلام خدني معاكم، ونسيت اقول لكم شفتونا زي العسل. النهارده الاكل بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، طاجن بسله والطاجن رز معمر، بس اللي هو مش اللي هو مسكر، اللي هو الحادق، على قد معلوماتي يعني. المهم نيجي هنا بقى للمهم بتاعنا. المفروض انا بحط الرز واحط اللبن وخلاص، لا ازاي بقى انا اعدي السسبنس ده والشو ده؟ مسكت الطاجن قعدت اقلب فيه لحد ما امي قاعده بره تعبانه ومش قادره تتكلم. يا ابني الطاجن هيتكسر. قلت لها ماشي يا حاجه، هي حاجه عليا طبعا انا مش سامع. بحط انا حبه الملح، عماله تقول لي حط الملح من الاول، اقول لها حاضر. تديني التوجيهات بقى، ما هي الرئيسه بتاعتي بقى، ما ينفعش. وزي ما انتم شايفين كده برضه مسك الطاجن مش حلو، هي طبعا قاعده بره تعبها كله طالع عليا انا طبعا حاطط الكاميرا من يميته وهي مش شايفه حاجه، ما تعرفش ان انا بصور. انا عايز اقول لكم ان انا لو مش ممنتج الفيديو وشايل الصوت الاصلي بتسمعوا اقسم بالله مواهب، والله هتسمعوا مواهب. طبعا انا حطيت حبه لبن وسبت حبه لبن في الكازرونه دي. قلت لها يا حاجه في حبه لبن باقيين احطهم، قالت لي يا ابني حط اللبن كله، وراح جاب سمعني كلمتين مالهمش لازمه. بقيت عايز اقول لها انا يا حاجه انت تعبانه، قمت اعمل لكم الاكل عشان خاطر ما تجيبوش اكل تكوين تصرفوا قد كده كده. برضه دي اخرتها، بس قلت ياد كمل الفيديو لحد الاخر وكمل الاكله بتاعتك، وفي الاخر ابهرهم كده بعمايل ايديك وحياة عينيك. المهم قعدت اقلب في الطاجن بتاعنا طبعا كده، مع ان المفروض ما بقلبش كتير كده. ونيجي بعد كده بقى نحط بقى حبه ميه صغيرين كده، سرسوب ميه. ونيجي بعد كده نحط حبتين قشطه كده على الوش كده وندخله في الفرن. يا جماعه متنسوش تعملوا اشتراك للقناه، سبسكرايب كده، يعني خلوا القناه توصل عايزين نوصل ل1000 مشترك يا جماعه. يا عم ده انت عملت منك لايك عليه يا عم. عايزين نوصل القناه ان شاء الله كده ل1000 مشترك، عايزين نفرحها. هي كل شويه تفضل تتكلم معايا وتقول لي يا ابني الفيديوهات والمشاهدات والكلام ده كله. قلت لها ما احنا احسن من غيرنا والحمد لله بفضل الله، بس عايزين الفيديو دوت ببركه ربنا كده يوصل لعدد لايكات محترم، وان شاء الله يعلى في المشاهدات ان شاء الله يعني. جينا هنا طبعا بنفضي طبعا البسله بتاعتنا في الطاجن، وقبل شقاية وتعب اهو، شقاية وتعب اهو، شقاية وتعب اهو، شقاية وتعب اهو. يا بنت المهر الكبير اللي انا دافعه يا بنت، الكبير قوي، المال الحلال، المال الحلال اهو، المال الحلال